السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم راح نديرو مسكوتشو بثلاث مقادير خفيف وظريف. واش عندنا 6 حبات بيض، 2 باكيات خميره، ملعقه لافاني، كاس سكر، 2 كيسان فرينه انا اللي كنت غربتها من قبل، وكاس تاع الزيت. الحاجه الاولى واش راح نديرو، نحكمو 6 حبات بيض اللي يكونوا بحاره الغرفه، يكونوا متوسطين الحجم، ونزيدو معاهم كاس سكر. انا الكاس هذا ديالي يرفد 240 غرام، ونضيفو معاهم ملعقه صغيره تاع لافاني. وإلا حبيتو ديرو ليزاز تاع القارص ماشي مشكل، لكم الاختيار. نطلعو هاد البيض والسكر مليح حتى نتحصلو على قوام يكون ثقيل. هاد المسكوتشو خفيف وما شاء الله، وما فيش مقادير بزاف. هنا بعد ما تحصلنا على هاد القوام كما راكم تلاحظوا، وانا الفرن تاعي راني دايرته يسخن مسبقا على 180 درجه. هنا واش راح نزيد نضيف، راح نضيف كاس تاع الزيت، كاس ناقص اندوا. الكاس تاعي كما قلت لكم هذا تاني يرفد 240 غرام. نضيفوا الزيت تاعنا بالتدريج ونخلطوا المقادير. هنايا حنزيد نضيف كاس تاع السكر، عفوا كاس تاع الفرينه اللي كنت غربلتها من قبل، ونخلطوا السرعه الاولى ومن كتروش، غير تخلط معنا لافاغين مع المقادير نحبسو. نزيدو نضيفو الكاس تاني، هذا الكاس تاع الفرينه انا يرفد 150 غرام. كما قلت لكم خياتي، هذا المسكوتشو ما فيش مقادير كما راكم تلاحظوا، فيه 3 مكونات وما يشدش اليد. تاع ضياف الغفله نشربوا به قهوه مع ولادنا كما راهي جايه العطله، ان شاء الله يجوزوها بخير وعلى خير ان شاء الله. والف مبروك كامل اللي نجحوا، ربي يجعلهم من الاوائل ان شاء الله يا ربي. هنايا نحبس الباتر ونجيب المول ديالي اللي راح ندير فيه المسكوتشو. انا هذا هو المول، كنت دهنته بالزبده ورشيت عليه جنجلان. كما نعرفوا الجنجلان صحي وفيه فوائد كثيره. نفرغوا الخليط تاعنا كامل في المول. كما قلت لكم خياتي، الفرن تاعي راه يسخن على 180 درجه. ندخلو يطيب مده من 30 حتى 35 دقيقه، ونراقبوه وكل وحده على حساب الفرن تاعها. نتمنى ان شاء الله راكم تبعتوا المراحل كما راكم تلاحظوا خياتي. دوك انايا نخبطوا شويه، نخرج منه الهواء وندخلو يطيب كما قلت لكم، ونشوفوا ان شاء الله في شكله النهائي. هذا هو المسكوتشو خياتي، ساهل وما فيهش مقادير بزاف، بسيط توجدوه في رمشة من العين. ما فيه لا حليب لا مواد اضافيه، ومقطن. دوك نقسموه ونشوفوا كيفاش جانا من الداخل. جانا مهوي كما راكم تلاحظوا. ونتشكر كامل الاخوات اللي راهم يشجعوا فيا، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق للجميع يا رب العالمين. وما بقى لي في الاخير غير نقول لكم ما تنسونيش بتعليقاتكم وتفعلوا زر الجرس والاشتراك باش يلحقكم كل ما هو جديد. سلام.